في رأي عمال الإغاثة عبث الميليشيات المستمر بالمال العام والمساعدات التي يتم نهبها من قبل الميليشيات هي من العوامل الرئيسية التي أجبرت السكان الفقراء في مناطق سيطرة الحوثي على الوقوف لساعات أمام بوابات المطاعم طلبا لوجبات من الطعام البسيطة المجانية. في حديثهم على منصات التواصل الاجتماعي أشاد زبائن مطعم شهير في صنعاء بمثل تلك المبادرات الخيرية التي يطلقها ملاكه رغم الحملات الحوثية لإرغامهم على دفع إتاوات وتقديم الوجبات قسرا لعناصرها الميليشياوية. يقول عاملون في مطعم تطوع صاحبه منذ أيام بتقديم وجبات بسيطة للفقراء بأنهم تفاجؤوا بعد أيام قليلة من إطلاق تلك المبادرة المتواضعة بوجود طوابير طويلة من الفقراء والمحتاجين من مختلف الأعمار والفئات وهي تصطف أمام بوابة المطعم. مثل هذه المشاهد تسلط الضوء على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الحرجة واتساع رقعة الفقر وانقطاع الرواتب وانعدام فرص العمل والتي دفعت كثير من السكان في صنعاء وغيرها من المدن تحت سيطرة الميليشيات إما إلى الخروج للشوارع لتسول المساعدة أو البحث عن بقايا طعام وسط أكوام القمامة لسد رمق جوعهم وجوع أطفالهم. شعبي عزيز وغالي، والله شعبي عزيز وغالي ويستحق الحياة. التحذيرات الأممية التي تحدثت عن نحو 25.5 مليون نسمة من اليمن في إجمالي السكان البالغ 30 مليون نسمة باتوا يعيشون تحت خط الفقر بل وبحاجة ماسة إلى الدعم لأكثر من أي وقت مضى. كما حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن غالبية اليمني بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية بسبب الصراع الدائر في البلاد منذ نحو عام أو 8 أعوام كما رجحت شبكة الإنذار المبكر بشأن المجاعة أن يؤدي ارتفاع مستويات الصراع مجددا إلى تقليل فرص اكتساب الدخل للأسر وإعاقة واردات الوقود عبر موانئ البحر الأحمر.